السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعضنا نطفوا المطبخ المكركب ده اللي عمره ما حينضف على طول بنفس المنظر ده. تعالوا وراجوه، بصوا بس البوتاجاز نظيف الحمد لله. تعالوا نروقوه مع بعضنا ونطبخوا لنا طبخة زينة كده ونتحكوا. يا ترى الخميس بتاعكم النهارده يتيم ولا ليه ريحة؟ حد يقول لي يلا. بصوا، عندي حتة تحت الحوض هنا الأول قبل ما نتكلموا مضايقاني موت. يعني المحارة هنيتها عمالة تنزل والبتاع كله عمال ينزل كده من المية اللي فيها وبقى المنظر زي الزفت. فحد يقول لي على حاجة أو طريقة إن أنا نعدل بيها المنظر ده. جيت علقت طبيخي هنا وعلقت لحمتي وحنعمل لعيالي حبات فاصوليا. بصوا عيالي أموتوا في الفاصوليا، أحبوا الفاصوليا حب غير عادي والله العظيم، يعني مش عارفة إيه السبب. هو ممكن لو جيت قلت لأمك وأبوك ولا الفاصوليا هقول لك الفاصوليا عادي ما فيش مشكلة. المهم الخميس بالنسبة لنا هنا في بلادنا الخميس ده يا اخوانا يوم مقدس، يوم مقدس ما فيش بعد كده تاني. ان هو مش هتطبخ الاسبوع كله بس لازم هتطبخ الخميس، يعني لازم كل الناس تطبخ يوم الخميس. تلاقي ما شاء الله انت وماشي في الشارع كده، اللي طالع من بيته ريحة كرومب، اللي طالع من بيته ريحة زبانخ، اللي طالع من بيته ريحة سخينة. تلاقي ما شاء الله الشارع كله روايح، طول ما انت ماشي كده تشم في الروايح. معروف يوم الخميس ده معروف. اللي مش يطبخ يوم الخميس ده يبقى يوم يتيم، يقول النهارده اليوم كان يتيم والله. اللي يبقى ما طبخينش في البيت ويقول والله العظيم عاملين زي اليتامى، اليوم مطفي كده وحال تحال والناس متضايقه كده. ايه لو ما فيش طبيخ؟ يعني لازم في ريحه تطلع من بيتكم. لو مش طابخين يوم الخميس حيبقى خميسكم يتيم وايه وما ليهش ريحه يعني. فانا النهارده خميس كان لي ريحه عاد ما كانش يتيم. فجيت عملنا شويه الفاصوليا اللي قلنا عليها دي، وجبت البصله وطيبتها. ونحب نحط تومه مع البصله كده قبل ما نحط لها طماطميه اللي تعمل ريحه. ما هو الخميس ليه ريحه عشان ايه؟ الريحه تشن كده وتلعلع وما شاء الله تبقى ريحتها خطيره. وبصراحه تفرق في الطبيخ موت، يعني التكه دي كده نحس ان السخينه حلوه يعني، يبقى لها طعم مميز كده وحلو. جينا حطينا عاد شويه التوم دي عشان تقلب لنا البيت وتعمل لنا ريحه، عشان ما يبقاش يومنا يتيم ولا خميسنا يتيم، يبقى خميسنا حلو ولي ريحة. جيت خلطت الطماطميات مش مخلوطة زين، لقيتها ما تخلطتش زين، الخلاط قسيان ومكسر والله العظيم حالته حال الطين. بس احمرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم يعني، مشي الحال يعني. ادي جيت هنا قلت هنعمل، طب هنعمل مع الفاصوليا والرز؟ قلنا نعملونا رشة ملوخية ناشفة. ادي جبت شوية اثر سمنة وعليه دقة تومة كده، دقيتها عليه وحطيتها وحمرتها. وجيت طفيتها بشوية شوربة. وجيت عاد حطيت معلقة سخينة فوقيها فوق الشوربة وسبتها تاخد وتدي مع بعضها وتغلي لغاية ما اتظبطت مع نفسها. وجيت حطيت لها ملحة وتوابلها وحطيت لها مكعب مرقة وظبطتها. وبعدين نديها رشة ملوخية ناشفة كده من فوق وتبقى عاد في قلبك عاد. حبيت ملوخية ناشفة بريحة الشتاء. الشتاء معروف كده الملوخية الناشفة، الراعي الرسمي للشتاء الملوخية الناشفة والزبانخ يعني، من علامات الشتاء عندنا. طيب جيت بعدين عملت حباية شوربة لسان عصفور بالخضار، نحبوها احنا وحلوة في الشتاء زي ما قلت لكم وأردوها يعني وعيالي يردوها. جيت قطعت شوية بطاطس وشوية جزر وحطيتهن على الشوربة وظبطت الأداء وسبتها تغلي. وجبت لها طبعا معلقة الثوم المفروم دي أساسية ولازم في الشوربة، تديها نكهة حلوة وريحة حلوة ومفيدة. الثوم يعني مضاد حيوي حلو. جينا البصلة استوت والطماطمية استوت، الصلصة يعني استوت. جيت بعد ما استوت برضه الصلصة اللي اسمها دي الفاصوليا، بعد ما تسلقت وتمام جيت هنا غسلتها. نحب نغسلها خالص كده بعد ما تسلق، نغسلها غسلة نظيفة لأن نحس فيها ريحة. نروح نحب نغسلها كذا مرة وكذا فم كده عشان عشان الريحة اللي فيها تمشي وتنضف كده وتتظبط يعني. مش عارف نحس فيها ريحة، تحسوا أكيد انتم مية الفاصوليا تبقى لها ريحة كده مميز يعني مش كويسة. فنحب نشطفها كذا مرة ونغسلها لغاية ما نحسها بقيت نظيفة كده وتمام. ونروح نحطها على الصلصة. حطيتها على الصلصة وحطيت توابلي. أهم حاجة عندي في التوابل أنا الفلفل والكزبرة الناشفة، مش هنحط غيرهن زي ما قلت لكم، لأن أي توابل بصوا تضيع طعم الطبيخ يعني، هنحسها يروح حاجة تانية مش هيبقى الطعم الأصلي للطبيخ. جيت أنحطها وأنسيبها تاخدلها كده غلوة بسيطة قبل ما نضيف لها المية عشان تعمل كده في بعضها، نحسها تاخد طعم الصلصة أكتر لما قبل ما نحط لها المية يعني. هنقلبها زي كده ونروح نغطيها ونسيبها تاخدلها قلبتين غلوتين على النار. وبعدين نروح نضيف لها نضيف لها الشوربة. تمام.
هنا عيالي اول ما يشموا ريحه الطبيخ يجوعوا على طول، يروح يجيني يقول انا جعان، طب استنى نطبخه، لا انا جعان. اروح هنا سخنت طبعا العيش ده اللي انا عاملاه، لو عايزين الطريقه هتلاقوها في القناه. جيت انسخن لهم رغيف، يقعد العيل يحشي له لقمه كده ولا بتاع لغايه ما نجهزوا الغدا. ودي ما شاء الله تبارك الله شويه لحمه ضاني، جابت لي واحده صاحبتي الله يكرمها، كانت عامله ندر وبعتت لنا يعني حبايه لحمه كويسات يعني، وطبخناها النهارده بسببها، خلينا الخميس مش يتيم. وطبعا ده الطبق ده اساسي جنبي انا وانا اطبخ، السلكه والبريل واي معونه تفضى نقعد اول باول نغسلها، عشان ايه ما نحسش ان الدنيا اتعكت مني ولا اتخبطت مني تاني. صدق ما لميت الهم اللي ما يتلم ده. جا دور مين؟ الرز. اديني حطيت شوية زيت في الحلة ونسيبها تتقدح كويس كده خالص. وبعد ما تقدح نروح نرمي عليها مين؟ حباية الشعرية. طبعا طول ما في فاصوليا في رز بالشعرية، معروف مقنتمين مع بعضهم يعني، حلوين مع بعض وماشيين مع بعض. نحمر الشعرية كده حلو خالص، ونحط عليها بعدين نكون غاسلة الرز ومصفياه، ونروح نحط عليها. بصوا أنا الرز بتاعي مختلف يعني والله، او لو حماتي كمان يعني بص يقولوا عليها رز مختلف. اول ما نكون عندهم هناك يقولوا لي اعملي لنا رز، انت رزك حلو. ادي جيت خلاص اخر حاجه هنحمر اللحمه. هنحط حتتين زبده، وهنحط عليهن الزيت، ونحمر ونقلب. وادي ايه عاد، تفضلوا بينا عاد الخميس بتاعنا النهارده. واللي ما عملش لايك يعمل لايك، والسلام عليكم.